اليوم غادي نشارك معكم 5 ديال المهارات والحوايج اللي خاصها تكون فيك الا بغيتي تحقق نجاح كبير في التجاره الالكترونيه. هنا جا الوقت باش نكشفوا على المهاره الرابعه، وهي السلاح السري اللي كيميز التجار الناجحين على الباقيين. تصور معايا ان عندك القدره باش توقع اتجاهات السوق قبل المنافسين ديالك، ولا تعرف اشنو غادي يشريو الزبناء ديالكم قبل ما يعرفوا هما براسهم. واش هذا الشيء كيبان ماشي منطقي؟ هذا الشيء ماشي مستحيل، هذا الشيء سميتو مهاره وعلم التحليل والبحث. يلا نكتشفوا شنو هما المهارات المرتبطين بالتحليل والبحث. اول واحد هو تحليل اتجاهات السوق، وهذه المهاره كتعطيكم القدره باش تشوفوا المستقبل ديال السوق، كتخليكم تعرفوا فين كاين الفرص الجديده وتستغلوها قبل من المنافسين، وكتقدموا للزبناء باغيين قبل ما يطلبوه. مع ادوات بحال جوجل ترندز وغيرها تقدروا تعرفوا اش الناس كيقلبوا عليه وتستبقوا الطلب. ثاني حاجه هي فهم سلوك المستهلك. هذه المهاره كتخليكم تقراو عقول الزبناء ديالكم، كتعرفوا اشنو كيحبوا اشنو كيكرهوا وكيفاش كيفكروا، وهذا الشيء غادي يخليكم تقدموا منتجات وخدمات اللي كيحتاجوها بالضبط وتحسنوا التجربه ديالهم بشكل كبير. باستخدام ادوات بحال مايكروسوفت كلاريتي وغيرها تقدروا تشوفوا كيفاش الزوار كيتفاعلوا مع الموقع ديالكم بالفيديو وتحسنوا تجربه المستخدم. ثالث حاجه هي تحليل المنافسين. هذه المهاره كتعطيكم عيون ديال الصقر، كتخليكم تشوفوا اشنو كيديروا المنافسين ديالكم، فين نجحوا وفين فشلوا، ومن هنا تقدروا تعلموا من الاغلاط ديالهم وتستغلوا نقاط الضعف ديالهم مع ادوات مجانيه بحال فيسبوك اد ليبراري وغيرها من ادوات سباي تولز المدفوعه. تقدروا تفهموا الجمهور المستهدف ديال المنافسين وتحسنوا الاستراتيجيه ديالكم. رابع حاجه هي تحليل الاداء والتحسين المستمر. هذه المهاره كتخليكم تعرفوا بالضبط فين واصل المتجر ديالكم وكيفاش غادي البيع وشنو هما احسن الزبناء وفين كاينين المشاكل. بهذه المعلومات تقدروا تحسنوا المتجر ديالكم كل نهار شويه. جوجل اناليتيكس كيوفر لكم نظره شامله على اداء الموقع ديالكم من الزيارات وحتى لي كونفرجنز. وخامس حاجه هي استعمال هذه البيانات كامله باش تاخذوا قرارات مدروسه. هذه المهاره هي اللي كتحول البيانات لذهب، كتخليكم تاخذوا قرارات ذكيه في كل شيء، في التسعير وفي التسويق وفي المنتجات الجديده. كل قرار غادي يكون مبني على ادله حقيقيه ماشي غير تخمينات. من خلال تحليل التقارير ديال فيسبوك ادز وجوجل ادز تقدروا تحسنوا الحملات ديالكم الاعلانيه وتزيدوا العائد على الاستثمار. ودابا خليني نكون معك صريح، المهاره الخامسه هي اللي كتقرر واش غادي تكمل ولا تحط سوارت وتخرج من اللعبه. كاع المهارات اللي شفناها حتى لدابا بحال الادوات، ولكن باش تستعملهم خاص يكون عندك المحرك اللي كيحرك كل شيء. وهذه المهاره الخامسه بالنسبه لي هي اهم وحده، الا وهي